بسم الله الرحمن الرحيم. لسه نايمين؟ لا، اصحوا يا جماعة بقى. احنا نصحى لان احنا فزنا بالصوت. اما اللي ينام ينام بقى، خلوهم نايمين لحد السوبر المصري ان شاء الله. يعني حد بيسألني بيقول لي احمد بلال ما ظهرش ليه؟ قلت له خليه نايم، احنا عايزين يظهر قبل السوبر المصري، يصحى من النوم قبل السوبر المصري عشان يقول الكلمتين بتوعه ان الزمالك مش هيسافر الامارات، المفروض انه ما يسافرش الامارات افضل له وبتاع، وان شاء الله نفوز بالسوبر المصري باذن الله تعالى. اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد. جمهور الزمالك فرق يا جماعه، جمهور الزمالك عظيم جدا، جمهور الزمالك بيقف مع الفريق في اي وقت، زي ما قلت قبل كده، في السراء والضراء. جمهور الزمالك ما بيقفش مع الفرقه لما تفوز بس، جمهور الزمالك بيقف معاها حتى لما بتخسر، لما بتتعثر. دايما ورا الفريق، او دايما ورا النادي، بيساند النادي، بيساند الكيان على طول. بخلاف الجمهور التاني المنافس اللي هو على طول اول ما بيحصل تعثر في بطوله بينقلب راسا على عقب، بينقلب راسا على عقب. حتى شفنا كم الهجوم اللي موجود دلوقتي على الكابتن محمود الخطيب، على لعيبه الاهلي، خصوصا امام عاشور اللي خلاص ما بقاش دماغه في الكوره، بقى دماغه في حاجه تانية خالص. يمكن سمعنا اينو قال له بلاش بقى يا عم كل يوم سهران هنا، عند مره افتتاح مطعم وافتتاح مول ولا افتتاح مش عارف ايه وقصص ومواويل. بقى بعيد خلاص، يعني بعيد عن التركيز. كان في الزمالك كان ملتزم، كان لعيب جامد جدا، كان لعيب هايل، كان لعيب ماشي صح، كان لعيب بيحب الجمهور. بلاش بقى. اما هناك بقى الغزاله، غزاله راحت، غزاله جت، غزاله حمر، غزاله بيضه، غزاله سودة. المهم ان انت بتحاول ان انت خلاص ان انت يعني بتحاول ان انت يعني بتقرب من جمهور النادي الاهلي، بان انت خلاص بتتكلم، بتغني معاهم، بتهتف معاهم، بتعتبر نفسك كابو. رغم ان انت كنت بتعمل كده ايضا برضه في نادي الزمالك، بس كنت بتعمله بحق عشان انت كنت اصلا زملكاوي، من قلبك جوه زملكاوي. لكن لما رحت النادي الاهلي خلاص، اعتقد ان انت يعني انت في النازل يا امام، انت في النازل يا امام. ومتوقع جدا ان انت ما تكونش في معسكر المنتخب القادم، استبعاد امام عاشور من معسكر المنتخب لما يفوق ويصحى لنفسه. يفوق بقى وما يفوقش دي حاجه ما تهمناش في حاجه، انت خلاص بعتنا ومش تابعنا. وكنت بتمثل لما كنت بتعيط، كنت على المستشار مرتضى منصور كنت بتمثل، وانا الزمالك وروحي وقلبي وعقلي وبتاع، وانت كنت مخلص ومتفق على كل حاجه وعامل الديل معاهم، ومش بعيد تكون كمان مستلم المقدم بتاع التعاقد بتاعك يعني. ورحت هناك واصابه، رجعت خلاص زي ما عملت نفسك كده مصاب وسبت معسكر المنتخب. المره دي حسام لما يستبعدك هيبقى على حق انك هربت، هربت وهتهرب. اهرب يا سيمبا، اهرب يا سيمبا. فاكر الفيلم بتاع ملك الغابة أو ملك أو أسد الأسد الملك؟ اهرب يا سيمبا. سكار قال له اهرب يا سيمبا، أنا بقول لك اهرب يا إمام، لأن خلاص ما بقاش في حد طايقك. أنت خلاص حياتك انقلبت رأسا، ما بقاش في دماغك الكورة خلاص يعني. الزمالك طبعا راح أسبوع، الجهاز الفني جوميز سافر. يا رب بقى ما نسمعش إشاعات بقى إن جوميز هرب وجوميز مشي وجوميز مش هيرجع تاني، والقصة اللي احنا بنسمعها دي يعني، وخناقات وحكايات وروايات واشاعات هتشتغل على نادي الزمالك خلال الفتره الجايه. انا الغريب قوي ان الاعلام كله ما بيتكلمش على ان الزمالك فاز بالسوبر، ما بيحتفلش بفوز الزمالك بالسوبر. لو كان الاهلي اللي فاز كنا شفنا حاجات تانية خالص. كله بيتكلم عن الاهلي والاخطاء بتاع كولر، ومين كان المفروض يلعب، ومش عارف كذا، وليه فلان لعب، وليه فلان طلع، وليه فلان دخل، والاهلي ليه ما فاز. يعني انتوا خلاص اتقلبت محزنه او جنازه ولا ايه يعني، محزنه ولا عزا، سرادق عزاء في الاعلام، سرادق عزاء. كل البرامج بتتكلم، وبيتكلموا بقى طبعا الاهلي وجمهور الاهلي، والاهلي مش هيقف، والاهلي هيقوم تاني ومش هيتعثر، والجمهور ما بيقبلش بالهزيمه وبالخساره ومين مشي ومين راح. يا اخي ده الزمالك فايز بالسوبر، هو الزمالك ده نادي شويه؟ ما بتتكلمش على الزمالك خالص نهائي، ولا بتجيب سيره الزمالك. يعني يا دوب الزمالك فاز كلمتين وخلاص وماشي حالك. لكن كل الكلام كله لماذا لم يفوز النادي الاهلي بالسوبر المصري؟ ما هي الاسباب؟ وعياط ونواح.
عياط ونواح في الاعلام، اللي احنا شايفينه عياط ونواح في الاعلام للاسف الشديد. اتفرجت امبارح على البرامج كلها، كله كله عمال يبكي الاطلال، ولا حد فكر حتى، مفيش بس غير برنامج واحد جاب محمد عواد، ابراهيم عبد الجواد. لكن كل بيت البرامج بتحلل ليه الاهلي ما فازش بالسوبر. طب ليه ما بتحللش ليه الزمالك فاز بالسوبر؟ ليه ما تقولش الروح القتاليه للعيبه، الحماس، الحميه، الناس اللي اتكلموا وقللوا من قيمه الزمالك وقللوا من نادي الزمالك. الزمالك طبعا قلنا راحة لمدة 6 أيام، جوميز سافر وجهاز المعاون بتاعه. التدريبات هتستأنف إن شاء الله يوم السبت القادم. مجلس الإدارة بيفكر يعمل احتفالية داخل النادي، يفتح ملاعب الناشئين ويسمح للجماهير إنها تخش إنها تحتفل مع اللعيبة، ومن حق اللعيبة تفرح ومن حق الجماهير تفرح طبعا. إلا في مدافع إيفواري اسمه أو برتغالي الجنسية يعني، هو جيفرسون أكوستا 19 عام، ده وصل خلاص وهيوقع نادي الزمالك. يقولوا انه مدافع كويس، سنه صغير، هيتأيد تحت السن، ولكن برغم ذلك برضه احنا محتاجين او محتاجين لعيبه تانية، محتاجين لمدافع برضك يكون عنده خبره كبيره. يعني يقال ان في بيكهام، احمد بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا خلص خلاص، برضك لسه لعيب رقم 6، ده مهم جدا 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 في الفتره الجايه. مش معنى ان الزمالك فاز بالسوبر فاز على النادي الاهلي ان الزمالك محتاج دعم، لا، الزمالك محتاج دعم الفتره الجايه دي عشان يقدر ان هو يقف على رجليه في الفتره الجايه، لان البطولات الجايه بقى ماراثونات، كونفدراليه ماراثون، الدوري العام، يعني كذا بطوله يعني. وان شاء الله نقابل ريال مدريد ونفوز عليهم باذن الله في بطوله الافرو اوروبي اللي هتقام في المملكه العربيه السعوديه. توفيق دايما لنادي الزمالك، بالتوفيق لجمهور نادي الزمالك، ودائما في تقدم وفي افراح، وما زالت الافراح مستمره. شكرا.